السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا حلوين نشوف هنعمل الفول المصري الجميل ده اللي هو بيعرف نفسه ده ازاي. ولو عجبكم تقولي لي رأيكم في التعليقات. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نشوف هنعمل الفول بتاعنا ده ازاي. وما ننساش نصلي على النبي في التعليقات كومنت جميل بتاعكم. ودلوقتي هنغسل الفول ده معانا كويس. احنا نقعينه كويس 6 ساعات عشان الفوله تنفش معانا كده وتبقى حلوه كده. هنغسله كويس ونضيف عليه الميه المغليه. هنا كده معانا حبه جزريه كده، حبتين قوطه وحبه ليمونه. الليمونه يا جماعه بتساعدنا على الفول يستوي على طول، ما يخش وقت على النار. بس يعني في خلال ساعه هتبص تلاقي الفول استوى معاكي وحلو. في تكايه كده هخليكي تعمليها، بس اول ما الفول يغلي كده هنروح عاملينها. هنحط الجزريه بتاعتنا وحبتين القوطه، ننزل عليه بميه مغليه. هنضيف الميه المغليه بتاعتنا وارجع لكم تاني. وكده ضفنا الميه المغليه بتاعتنا وهنسيبه كده على النار هياخد غلوه. بعد ما يغلي غلوه كده هقول لكم هنعمل تاني. وكده الفول بتاعنا اهو يا حبايبي، بعد ما غلى غلبتين كده حلوين. انا هنا حطيت معلقه بابريكا معلاش. فكده يغلي غلوه هنسيبه بقى يستوي كويس. نهدي عليه النار خالص لحد ما يستوي. بنعمل حاجه مضمونه في البيت، يعني ما فيش احسن من اكل البيت، حاجه بتعمليها بايدك وحاجه انتي ضامنه انت عاملاها ازاي. ما فيش طبعا احلى من اكل البيت طبعا. يلا هنطفي نهدي عليه النار خالص ونقفل عليه كويس ونكون مجهزين ميه نزوده بيها ميه مغليه. اوعي تنزلي عليه بميه بارده ابدا، هي ميه مغليه بس. وكده خلصنا الفول بتاعنا وحطينا حته السمنه الجميله كده عليه. وقولي لي ايه رايكم بقى في الكومنتات، ايه رايكم في الفول بتاعنا المصري الجميل ده. احلى فول تاكليه من البيت ومن دون يعني ما تشتريه من بره. حاجه مش مضمونه، انت بتعملي في بيتك حاجه مضمونه وحاجه انت عارفاها انت عاملاها ازاي. بس بدل ما تشتريه من بره اعمليه في بيتك احسن، حتى توكلي عيالك حاجه مضمونه وحاجه حلوه. لو عجبكم ما تنسونيش في الاشتراك والتعليق الجميل.